الأخت سألت في الأسبوع الماضي عن مسألة الذهب بالتقسيط أو كذا، وقلنا لها هذا حرام. تقول بعض الناس لم يقتنعوا. طيب لماذا لم يقتنع؟ يعني هل هو متخصص مثلا بالشريعة أو لا؟ يعني حقيقة أنا أستغرب. أنا لا أقول كلامي حجة ويجب على الناس أن يستمعوا له، لكن بعض الناس يقول لا أنا أقتنع. لماذا؟ عقلهم لا يقبل هذا الأمر. طيب يعني لو أن طبيبا قال لك هذا الدواء، هل تقول له لا أقبل هذا الدواء، أنا لا أقتنع به؟ هو أعرف. ففي مسألة الحرام، مسألة الذهب بالتقسيط، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل هاء بهاء. يعني عندما قال مثلا بمثل هاء بهاء، أولا لازم يكون بالمباشر، شراء مباشر ليس بالتقسيط وليس بالدين، ومثلا بمثل يعني لازم يكون بلا زيادة ولا بلا نقصان. لذلك ما يصير واحد يعطي ذهب مكسر ويشتري ذهب جديد بزيادة بالوزن، هذا الأمر ما يصير. بالنسبة لهذا الفلوس، الأموال بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الذهب ومن الفضة. هذه الأموال بديلة عن الذهب والفضة، فتأخذ حكمها من هذا الباب. يعني المسألة ليست مسألة عقلية، المسألة مسألة توقيفية. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول سمعا وطاعة. يعني ليش المغرب 3 ركعات والعصر 4؟ هم نسأل نقول ليش؟ لا، ما نسأل. هكذا أمرنا الله، فنحن نقول على السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب أو الذهب هذه الأموال التي نابت عن الذهب إلا بالنقد، ولا يجوز ذلك بالتقسيط. يعني هو الذهب يتعامل معه شرعا ليس على أنه سلعة، إنما على أنه مال مو سلعة. مثل ما يصير واحد يشتري ما يصير واحد يشتري دولار بالدين، يشتري دولار بالدين على أنه يسدده فيما بعد. ما يصير. دولار يشتري نقدا، السعر يزيد سعر ينقص، نعم حسب البورصة، لكن نقدا ما يجوز بالدين. هذا نفس الشيء. فالذهب لا يتعامل معها على أنه سلعة، لا يتعامل معه على أنه سلعة، بل يتعامل معه على أنه مال. من هذا الباب لا يجوز بيعه بالتقسيط ولا بالدين. نعم.